قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في تصريح صحفي قبل اجتماع تشاوري لمجلس الأمن حول سوريا أنها اتهامات ساذجة، والوقت ليس وقت المآخذ، ولا بد من تكثيف جهودنا السياسية، حيث رفضت موسكو انتقادات الغرب لها بتخريب مفاوضات جنيف عبر دعمها العسكري الكبير للنظام السوري في شمال سوريا. أعلن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر تطلعه لمناقشة عرض السعودية المشاركة بقوات برية مع قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وأضاف أنه سيتناول قضية مشاركة المملكة و25 دولة أخرى الأسبوع المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل. لقي 20 شخصا مصرعهم أغلبهم أجانب، وأصيب العشرات في حريق نشب بفندق كابيتول في كردستان العراق، حيث سارع الدفاع المدني بالمحافظة على إخماد الحريق الذي لم تعرف أسباب وقوعه بعد. استمرت المعارك العنيفة في ريف حلب الشمالي ما بين الفصائل الإسلامية وجبهة النصرة وأنصار الشام من جهة، وقوات النظام المدعومة بمسلحين موالين لها من جنسيات عربية وأجنبية من جهة أخرى. وما تزال المعارك مستمرة في محيط بلدتي النبل والزهراء، حيث ترافق هذا مع قصف مكثف من قبل الطائرات الحربية والروسية على مناطق الاشتباك. كما استهدفت قوات النظام بلدة معرستة بصاروخ حراري. هذا التصعيد العسكري أدى إلى حركة نزوح كبيرة للمواطنين في الريف الشمالي باتجاه الحدود السورية التركية والمناطق ذات الأغلبية الكردية المحيطة بمناطق الاشتباك، حيث أفاد ناشطون أن أكثر من 200 عائلة منعوا من دخول الأراضي التركية ويواجهون ظروفا معيشية صعبة. كشف رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو عن خطة لتعزيز الأمن وإعادة إعمار المناطق التي دمرها الصراع، وأشار أن حزب العمال الكردستاني سينحى جانبا إذا لم يلقي بالسلاح. وأضاف أوغلو: نحن نبدأ فترة جديدة من أجل وحدتنا الوطنية وأخوتنا، وسنتحدث للناس بشكل مباشر ونتحدث للجميع إلا من يحملون السلاح في أيديهم.